كاع الناس اللي دايرين محتوى على الفيتنس غتلقاهم كيشرحوا مواضيع معقده، وهاد المواضيع تتكون موجهه اكثر للناس اللي المستوى ديالهم متوسط. ولكن المبتدئ ما دايها فيه تا واحد مسكين. داكشي علاش جيت اليوم نعطيك بهذا الفيديو. انت كمبتدئ بالنسبه لي انا خصك تكون عارف ثلاثه الحوايج، ومن بعد سير تعمق فيهم. اول حاجه هي لونطرينمون، كيفاش تريني، كيفاش تستمر، وكيفاش تشوف النتائج. في لونطرينمون خصك تحط اهم هدف قدامك، وهو انك تجي لاصال فقط. غير جي، واخا ما عارفش اش دير جي. اهم حاجه بالنسبه ليا هو تولف لاصال، وتولف انك تجي تريني، وتولي هذيك الوقيته ديال لاصال في نهارك ما تقدرش دوزها في شي حاجه اخرى من غير انك تريني. بشويه بشويه غتبدا كتعمق، وغتعرف لي بروغرام اللي كاينين واللي معترف بهم، وغتعرف لي بروغرام اللي كيصوبوهم غير الناس العاديين، وغتعرف كيفاش تقسم التدريبات ديالك على طول الاسبوع ديالك الى اخره. الوغ انا غادي نعطيك البديه وانت قلب راسك. كنتي قادر تريني نهار في السيمانه فقط، غتمشي تريني فول بادي سبليت، قلب عليه وغتعرفو. كنتي قادر دير يومين غتريني ابر لور سبليت. كنتي قادر دير 3 ايام غتريني بوش بول ليغ سبليت. كنتي قادر تريني 4 ايام غتريني ابر لور سبليت دو فوا بار سومين. ما ننصحكش تفوت 4 ايام، خليك غير في 4 ايام. تا تريني شي عام ولا اكثر عاد فكر انك تزيد لي سيونس. مساله اخرى راعيها اللي هي اهم حاجه بالنسبه ليك، تعلم طريقه اداء التمارين، وماشي تهز الاوزان وتوصل للفشل العضلي. هذاك الشيء تضرب واحد 3 شهور في لاصال وتولي عارف تريني مزيان وعارف كل حاجه علاش كديرها، وبلا ما تجي تقول لي انا راه بديت غا سيمانه وكندير هذا الشيء، حيت انا كندوي مع الناس اللي بغات تريني وتستمر بلا اصابات. الوغ يجي السؤال دابا ديال علاش اصلا خصنا نترينيو. غتكون واحد من هاد الناس، يا اما نحيف ولونطرينمون هي الحل باش انك تزيد العضلات في جسمك، يا اما عندك الدهون في جسمك، ومن الحلول باش تخلص من الدهون انك تبني عضلات باش تطلع من معدل الحرق، وهذا الشيء غيعاونك في حرق الدهون. يعني في كاع الحالات لا ميسكولاسيون مهمه جدا باش توصل للنتيجه المزيانه. دابا غندوزو لثاني حاجه خصك تعرف، وهي التغذيه ديالك. كاينين جوج حالات، يا اما نحيف، وهنا غادي نقول لك سير كل اللي لقيتي قدامك بعد غير من داكشي اللي مضر بالصحه والصحه والراحه. كنتي عندك دهون في جسمك، هنا كبدايه انت مطالب تحيد المسائل المضره من الماكله ديالك، ثم مطالب تنقص الماكله ديالك. تبدا تشوف راسك كتنقص الوزن وبقى على نفس الماكله، ومن بعد ان شاء الله كما كانت حالتك بدا كتقلب على لي كالوري. اش كيعنيو؟ قلب على الماكروز اش كيعنيو وكيفاش تحكم فيهم على حسب النشاط اليومي ديالك. وللاشاره الماكروز هما البروتين، الدهون والكربوهيدرات. قلب على المعادن اشنا هما، الفيتامينات والادوار ديالهم، وتعمق بشوي بشوي. بدا تقلب على المكملات، تفهم اش كيديروا، الدور ديالهم الى اخره. الا تبعتي هاد الخطه غتكون غادي مزيان وعارف اش كدير بلا ما تحتاج لتا شي واحد. علاش التغذيه مهمه؟ كما قلنا لونطرينمون مهمه باش ترغم جسمك انه يبني لك عضلات، ولكن الا جبتي البناي بوحدو بلا الطوب باش غيبني راه ما غيبني لك والو. ضروري تجيب ليه الطوب باش يبني. ايوا البناي راه هو لونطرينمون، والطوب هو الماكله. ضروري تاخد احتياجك من الماكله باش تبني العضلات، خاصه البروتين. وخا يكون هدفك انك تنقص الدهون، راه ضروري تراعي الماكله باش تقدر انك تحرق الدهون من جسمك وتستغلهم في مسائل اخرى. يعني الاهميه ديال التغذيه بحالها بحال الاهميه ديال لونطرينمون، وتا وحده ما مهمه اكثر من الاخرى، فضروري بجوجهم. دابا غتبقى لينا اخر حاجه خصك تعرفها، واللي هي اهميه النعاس في محاوله تغيير جسمك. فاش كندويو على النعاس كندويو على الاستشفاء، والاستشفاء ضروري في الوصول للهدف. الا عقلتوا فاش عطينا المثال ديال البناي والطوب، راه البناي يقدر يبني بهذاك الشيء اللي عطيتيه، ولكن الا بغيتي الخدمه متقونه وفي اسرع وقت ممكن غير خصك ضروري توجد لهداك البناي الماتيريال، توجد ليه لي ماشين باش يخلط السيمه، باش يقطع الحديد ويعوجو كما بغى، توجد ليه متعلم اللي يعاونو. هاد التسهيلات هادو هما النعاس. الا كنتي كتنعس قل من 6 سوايع غتبني عضلات، ولكن راه بشق الانفس، وتقدر في اقل وقت ممكن غطيح في عياء فاتيغ وما غتقدرش تستمر. لذلك واجب عليك كشخص مراعي لونطرينمون ديالو ومراعي ماكلتو، خصك تراعي النعاس ديالك ويكون منظم وكافي. كندوي على 6 ل 8 السوايع بانتظام، لان العمليه كيفاش كتوقع كتريني باش ترغم جسمك يبني لك عضلات، وباش يبني لك عضلات غتحتاج الماكله اللي كياخد منها جسمك المسائل باش غيبني. وهاد العمليه تاع البناء كتوقع اثناء النوم. يعني عندك ثلاثه الاساسيات تركز عليهم كاملين بالتفاصيل وتحاول توازن بيناتهم. وانت كمبتدئ ما تنطلبش منك بتاتا انك من الاول دير هاد الشيء كامل، غاب شويه عليك، كل شيء غيتصاوب. ومنين تبدا تشوف النتائج راه غتقدر انك تستمر بدون مشاكل، وغيولي هاد الشيء بمثابه اسلوب حياه بالنسبه ليك. فالله يوفقك ونتمنى لك الخير، ونتمنى نكون افدت. ها نمرتي ديال الكوتشين، وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. كان معاك يونس.